فيديو النهارده هستعرض نتائج تشكيلتي في الجولة 23 من فانتازي الدوري الانجليزي. هنشوف جبنا كام نقطة ونشوف الاول على العالم جاب كام نقطة. فلو انت لسه في القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ. في البداية كده انا جايب عامة 53 نقطة. في حراسة المرمى حارس نوتنجهام سيلز جاب لي نقطة بس. حاجة كانت غريبة بالنسبة لي ان بورنموث تكسب نوتنجهام 5، يعني كانت على الاقل هتكسبوا 3-2، بس 5 دي كانت كبيرة. محدش كان يتوقع ان نوتنجهام هتخسر 5 بالاداء اللي نوتنجهام عامله الموسم ده، اللي هي كانت في المركز الثالث بنفس نقط ارسنال في المركز الثاني، وكانت عامله سلسله مباريات لا فوز عاليه جدا. وغير اللي احنا عارفين وود ماكينه الاهداف بتاعتهم، كل ده جه في ماتش بورنموث واقف. ما انكرش اللي بورنموث مع المدرب الاسباني ايرول عامل موسم حلو قوي، موسم جامد قوي، في المركز تقريبا السادس دلوقتي، عامل تاريخ معاهم. والبديل بتاع سيلز كان بيكفورد جاب 5 نقط، برضو كان مفاجأة ليا ان ايفرتون تكسب برايتون كلين شيت 1-0. ففي حراسة المرمى سيلز نقطة، وعلى الدكة بيكفورد جاب لي 5. خط الدفاع مزراوي 6 نقط، نزل لي من على الدكة. مزراوي اصلا كنت حاطه على الدكة وكنت بلاعب لاعب في نص الملعب تقريبا سافينيو، هو اللي طلع ونزل مزراوي جاب لي 6 نقط. جابريال بكلين شيت ارسنال جاب لي 7 نقط الحمد لله يعني. وكالعادة انيه الباك بتاع نوتنجهام مع خسارة نوتنجهام ب5 وما عملش حاجة ولا كلين شيت ولا اي حاجة، فجاب لي نقطة بس. يعني عمري ما جبته، دي اول جولة اجيبه واول جولة اجيبه، لا دي تاني جولة اجيبه، بس يعني كنت تقعد معايا حاجة بس. يعني فرحتني الجولة اللي فاتت، انت عملت اسيست، الجولة دي انت هل لاعب نيوكاسل جاب لي نقطتين بس، مع ان نيوكاسل تقريبا كسبت 3. في نص الملعب بقى اللاعب اللي انا خلاص هقرر اغيره هو روجرز، اللي جاب لي نقطة كفاية قوي عليه كده. ميتوما جاب لي نقطتين، انا جابني ميتوما الجولة اللي فاتت. بالمر نقطتين، وصلاح بالكابتنة 16، بس كده كده صلاح هيتعمل له تريبل الجولة الجاية عشان الماتشين بتاع ايفرتون وتقريبا بورنموث. وايزاك اللي جاب جونين وتقريبا عمل اسيست تقريبا، مش متاكد، 13 نقطه. يعني ده انا لو كنت مكابتنه كان زماني دلوقتي 26 تقريبا. فوود جنبه جاب لي نقطتين بس. يعني انا متاكد مش انا لوحدي بس اللي اتخزوقت في نوتنجهام، كلنا اتخزوقنا مع بعض، كلنا سيلز ونيدا ووود وكلنا اتخزوقنا. وعلى الدكه مفيش حد جاب لي نقط غير بيكفورد 5 نقط، وروبرتسون مدافع فولهام جاب لي نقطتين بس. فخلونا نشوف تشكيلة الاول على العالم اللي جاب 129 نقطة ده، مع بيكفورد 5 نقط. يا ريتني كنت حاطط بيكفورد اساسي، انا لو كنت حاطط بيكفورد اساسي كان زماني دلوقتي 57 نقطة تقريبا. وعنده فان دايك جاب له نقطتين، وكونادي 5 نقط، وجابريال 7 نقط. كوناتي اللي عمل اسيست لسوبوسلاي، هي باص كده وسوبوسلاي رزع. ومعاه برضو مدافع بريتفورد بنتانكي ولا مش عارف اسمه ايه، جاب له 7 نقط برضو. في نص الملعب مش عارف ازاي واخد 2 من بورنموث، كلويفرت ودونجو تقريبا. دونجو ده جاب له 21 نقطة، وكلويفرت 17 تقريبا. كلويفرت 12 ودونجو 21. وصلاح جاب له 8 نقط، وفي لاعب كده من بريتفورد جاب له نقطة واحدة. وكان حاب يلعب باتنين، هالاند وايزاك. 13 نقطة، وهالاند بالكابتن 24 نقطة. وعلى الدكة معاه رايا اللي جاب له 9 نقط، وفاردي اللي جاب له 9 نقط. معهوش حد تقريبا جاب له نقطة عالية تاني، وجايب 129 نقطة، وعامل بنش بونص اللي نقط الدكة تتحسب له. فدي كانت تشكيلتي للجولة 23. فبالنسبة للجولة 24 تشكيلتي بتظهر لكم هنا تقريبا. التبديلات اللي هتبقى عليها اللي انا هلاعب لويس دياز. فمستني رأيكم في الكومنتات، تقولي لي هبيع مين واجيب مين. بس كده 53 نقطة، ان شاء الله الجولة الجاية تتحسن.